كابتن عيد فرج مدير فني القطاع، بنرحب بحضرتك وسنة حضرتك طيب. كابتن عيد، عايزين حضرتك كده تحط لنا في صورة عن اللجنة اللي اتشكلت حبيبي يا كابتن عيد للقطاع، اللجنة اللي اتشكلت للقطاع والعمل هيبقى في الاختبارات السنة دي ازاي؟ هل هو زي كل سنة ولا في جديد؟ اصل في نادي اسماعيلي احنا مش جايين نعمل حاجه جديده في نادي اسماعيلي. نادي اسماعيلي كان فيه بطاحن ماسكين القطاع ومؤسسين نظم واسس للقطاع، يعني انا جاي في مكان كان فيه اسماء ضخمه، كابتن علي بيشا وكابتن عبد العزيز وكابتن يونس كابتن سونا، ففي كابتن اسماعيل حفني، يعني مش جايين نخترع. لكن الفكره كلها احنا عملنا لجنه تدير الاختبارات عشان ندي نفسنا مساحه بتاعت ال3 اسابيع بتوع الاختبارات نشكل القطاع بشكل محترم، بشكل بعيد عن اي مجاملات، عن اي شبهات، عن اي مشاكل. فقلنا نبدا الاختبارات بلجنه، واللجنه كلها شخصيات محترمه، ومعانا اللجنه كمان اشرافيه من كبار النادي، كابتن مصطفى درويش، كابتن سمناري، كابتن طيب، كابتن ناصر البستاني، معانا طبعا من كبار الكابتن سونا، معانا كابتن محمد معاطي المشرف الكبير. فهي المنظومه كلها موجوده بشكل كذا. معانا مدربين كابتن طارق زين بتاريخه، كابتن مرعي. دي لجنه هتشرف على الاختبارات. احنا عايزين نلتقي، احنا اتفقنا على نقطتين مهمين جدا الاختبارات من سن 8 سنين لا مجامله في اختيار لعيب لا يحصل، عشان ما تسيبوش في المدرسه 7 8 سنين لما يجي يبدا المسابقات في 14 15 سنه يقول لك ده انا بقالي 7 8 سنين في النادي. ما ينفعش، هيبدا ايقاف المجامله من السن ده، لان السن ده هو سبب مشكله النادي. تراكم اللعيبه في المدرسه 5 سنين لما يجي يطلع فريق مسابقه فالمدرب مش عايزه، هو ما يصلحش، يقول لك ده بقاله 7 8 سنين في النادي، فبتعمل مشاكل مع اولياء امور ومع كذا. النهارده ما فيش الكلام ده خالص، من المستحيل. النقطه الثانيه المهمه جدا، ابناء اسماعيليه لن يسمح بقيد لاعب في القطاع من خارج اسماعيليه الا الموهبه، اللي هتديني احمد فتحي، هتديني محمد عبد الله، هتديني سيد معوض، هتديني النجوم اللي كانت، لكن من مستواه مقارب لابن اسماعيليه، لا ابن اسماعيليه لا يكون موجود. انا معايا اسماعيليه من فناره الفايد للانطربيل للتل الكبير لاسطول القصاصين لابو خليفه، عندي كم من حقهم المواهب انها تلعب في بلدها وتلعب في ناديها. فانا في يعني بمنتهى العنصريه مش هيخش. دي مش عنصريه يا كابتن، ده حق للبلد بره اسماعيليه الا الموهبه الفذه اللي انا ما عنديش زيها، يبقى انا من حقه ان انا احافظ عليه للنادي الاسماعيلي. لكن اللعيب المتساوي عندي وقريب من لعيبه اسماعيليه باي شكل من الاشكال مش باي شكل من الاشكال. دي حاجه كويسه كابتن، يمكن دي هتريح ناس كتير، لان السنوات اللي فاتت كان في ناس من بره اسماعيليه كتير بتقعد فوق شكل شاربه نجمه، حتى بتاعت النجوم اللي مشوا من النادي زي احمد فتحي يوم ما دخل قال وانا اتاخرت 11 سنه على ما جيت، كلنا تعبنا معاه، كلنا اشتغلنا معاه في 11 سنه. كانت كلمه جرحتني جدا، وانا كل اللعيبه لما بتكبر بتنكر مجهودنا ان احنا تعبنا معاها وبتجري على الاهلي والزمالك وكده. لا، اتعب بقى مع اولاد بلدي، مع اولاد البلد، عشان دول النهارده اللي مستمر ما زال لغايه النهارده في النادي لغايه اللحظه دي، سواء صبحي او حسني او حمص او كده، هم اولاد البلد، هم اللي هو الفريق صفصف بنيجي عليهم وبنظلمهم وبنضايقهم وبناخلهم فلوسهم، ومع ذلك بيستحملونا سنين طويله ما بيجروش. حتى احمد الجمل لما مشي ولا محمد ناصر بريشه ما جريوش، ده انت اللي ما يهمهمش صح، ماشي ودي الفني ما يهمهمش، فاضطروا انهم يتنقلوا. لكن كل اولاد البلد من حقهم، كل ابن بلد ربنا انعم عليه بموهبه كره القدم من حقه انه يشتغل في النادي الاسماعيلي وياخد فرصته كامله في النادي الاسماعيلي. مش يعني هي دي النقطتين الاساسيين، ايقاف المجاملات تماما في الابتداء من المدرسه عشان يبقى ما عشبش ولي امر 5 6 سنين في المدرسه انه يبقى لعيب كبير ويجي بعد كده يكتشف الحقيقه. النقطه الثانيه الاهتمام بابناء الاسماعيليه تماما، وليس فيها فصال ابدا. طيب كابتن، بالنسبه للعيبه بقى اللي موجوده، هل هيتم تقييمهم من جديد عشان يبتدوا تفرق ان هم متأيدين؟ بلغنا المدربين ان المدرب قيمته ما تزيدش عن 15 لعيب واحنا نتفرج على الباقي. النهارده بنتكلم في لجنه فيها كابتن محمد معاطي، كابتن سونا، كابتن ناصر الباكستاني، كابتن طلب، كابتن عادل بريشه، كابتن ابو ليلى، كابتن سمناري، كابتن مصطفى درويش. الناس دي لما تتفرج على اللعيب وتقيمه خلاص بعدتنا احنا عن الشبهات، حامتنا ما عادش في الاسماعيلي غير اللعيب اللي يستاهل، وده المفروض، ده اللي احنا هو ده القطاع طول عمره كده. خلي بالك القطاع ما
شابته بعض الشوائب في السنوات الاخيره، بس لان ما تنساش حاجه ان معظم مدربين القطاع سافروا. ان اخر تشكيل القطاع كان مع كابتن عماد سليمان، كان بيضم محمود جابر وطارق زين باشرف خضر بقناوي فوزي جمال بحسام عبد العال بابو طالب العيسوي وبهيج فرج. كان كلهم حمزه جمل حمزه جمل وحمام ابراهيم الناس دي كلها. ايمن رمضان الله يرحمه جه وقتها انها تمسك فرقه اولى وجه وقتها انها تنتشر في الدول العربيه. فالنهارده الاجيال اللي طالعه مش ما خدتش خبرات كبيره لسه، لسه سنهم برضه صغير، محتاجين خبرات الناس الكبيره. وانا عشان كده تعمدت ان يكون كابتن عادل ابو هشام موجود، كابتن طارق زين موجود، كابتن سمير مرعي موجود، كابتن نايم الدليل، مدربين محترمين جدا. حوده فرج يكون موجود، كابتن حوده فرج من الصاعدين اللي انا دربتهم في يوم من الايام، يعني مدرب محترم. لا انت كل ما تنتقي هي شوف الاختيار في المدرب هو ده اللي 90% من النجاح هو الاختيار. اختار لعيب صح ارتحت بقيت سنينك وريحت المدربين اللي اشتغل معاك. اختار مدرب صح ارتحت انت كمدير للقطاع وما عانيتش مشاكل كتيره والزحمه ووجع القلب والكلام والمش عارف. انا بس رساله بقولها لكل اولياء الامور، الموضوع فير تماما. ابنك يستحق نادي الاسماعيلي، تاكد ان احنا هنقاتل انه يبقى نادي الاسماعيلي. ابنك ما يستحقش نادي الاسماعيلي، ممكن ينزل ياخد فرصه في اي مكان، شهداء، كهرباء، مواني، انطره، كل دي انديتنا، كل دول اهالينا، التل الكبير، كل دي اهالينا. مش ده ما يقللش من قيمه العقل. الاسماعيلي من حقه الفرز الاول، من حقه طبيعي، لان احنا اتولدنا لقينا الاسماعيلي بقياده العمالقه رضا وشحته والعربي وامير والسقا والفرقوش عربي والناس دي كلهم فرز اول. استمر الاسماعيلي بحماده الرومه وحازم وعماد والى وصل للعجوز وجيله ومحمد صلاح عبد الرشا وجيله وصل لحسني، كل ده فرز اول. الفرز الثاني دايما في الاسماعيلي كان بيسقط. فمن حق الاسماعيلي فانت ما يقللش من قيمتك ان ابنك ما يبقاش معانا، لكن لو ابنك ليه حق ان هو يستمر هنقاتل لك عليه الى ان يستمر. فالموضوع منتهي. لما تفكرش ان احنا هنجاملك ولا هنخاف منك ولا هنجري. احنا اولاد بلد، ده بلدنا ودي نادينا، واحنا جايين مش نطهر ولا جايين نشيل ولا جايين نفور، احنا جايين نكمل رساله. مكان عمالقه كبار كانوا ماسكين القطاع، كابتن علي ابو ريشه، كابتن هنوز، كابتن سيد عبد الرازق، كابتن اسماعيل حفني، كابتن سونا، كابتن محمد معاطي، العمالقه الدكتور سيد مصطفى. طبعا كل دي اسامي ناس احنا اتربينا على ايديها ودربتنا وتعلمنا منها حاجات كتير قوي. طيب فاحنا جايين بس نساهم. طيب كابتن، تشكيل القطاع هيبقى من خلال الفتره بتاعه الاختبارات ولا هل اللجنه دي هي اللجنه دي هي التشكيل ولا لسه موجوده في التشكيل؟ اللجنه دي موجوده في التشكيل وهتكمل عليها موجوده في التشكيل. هنسكن بقيه المدربين مع نهايه الاختبارات. انا كان ممكن يجيب القطاع كله بتاع هنبقى احنا زحمه اكتر من الناس. انا زعلان ان انا شايف الدعايه مش مناسبه للاختبارات لغايه دلوقتي. وهي مش ماشيينها بشكل، لا بس احنا نزلنا على الموقع معلش، بس عايزه متابعه وعايزه الحاح النهارده ان شاء الله منكم، وعايز تنزل بشكل وشكل تاني وشكل تاني، عشان ما اقراش دي دي لان احنا محتاجين كل اسماعيليه. انا محتاج من اول مراكز فناره وانت جاي ابو سلطان فايد للانطرتين وانت جايب ابو خليفه وكلام لغايه التل الكبير لغايه ظهر الجبل، كل الناس لازم تكون تعالى بقى. ما احنا كلام حضرتك ده هيشجع اهل اسماعيليه مش هنتفرج على ابناء اسماعيليه اللي من بره اسماعيليه، هنتفرج عليه لجنه بعين واسعه جدا ان لازم يكون هيبقى نجم الناس اسماعيليه. اللي مش هيبقى نجم ولعيب عادي، لا، عندي بقى العادي نص مليون طفل في البلد دي من حقهم يتشاف منهم المواهب، ومن حقهم ياخدوا فرصتهم في ناديهم وفي بلدهم. وانا من الناس اللي بتبقى سعيده جدا. انا اعتقد ازعم ان انا من الناس اللي ساهمت في تصعيد عدد كبير من النادي الاسماعيلي من اول التسعينات لغايه النهارده. اعتقد ان انا ساهمت في مجموعه اسماعيليه. هم كانوا بيقولوا عليا عنصري، هم موجودين دلوقتي، ما زالوا بيلعبوا لغايه النهارده، سواء حمص ولا محمد محسن بكريشه ولا الجمل ولا الياباني ولا الصبحي ولا كل الناس ما زال منهم في الملاعب، وما زال حتى لغايه عمرو السوليه، وان كان جاي لنا صغير من بره، لكن لازم يكون النجم على مستوى عمرو السوليه. اكيد اللي جينا جديد لازم يكون على مستوى عمرو السوليه ان شاء الله. ما كانش على مستوى النجوم الكبار.
ان شاء الله احنا نتمنى لك التوفيق يا كابتن، ونتمنى للجنه التوفيق، وان شاء الله احنا بدورنا كاعلام هننبه على الناس، وهي عايزه اعلانات مرئيه بقى في الشوارع. انا عايز اسددكم ان شاء الله تفهيم الناس حقيقه المواقف، مش عايز هنكون معاك يا كابتن، هنكون معاك كل يوم في الاختبارات ان شاء الله. انت عايز تستفسر عليه هنقوله، لازم الناس يبقوا فاهمينها. النادي الاسماعيلي ده بالنسبه لنا مش فانيلا ولا جمهور ولا مشجع. الاسماعيلي ده بلد جوه الناس، ده بلد بتسكن جوه الناس. الناس الاسماعيليه مالهاش متعه في الحياه الاسماعيلي. انا عايز الناس تبقى فاهمه، وده دوركم. لازم تفهموا الناس، يعني انا مش عشان خاطر ولي امر ان ابنه يلعب بالاكراه، لا هو مش وضع يد. انا كنت عايز اكلمك على نقطه يا كابتن، قدراته وموهبته وتطوير ادائه من المدربين. قدر ما يتطورش وموهبته يطلع يشوف دوره في ودور الاسماعيلي انه يمول الانديه دي كمان. خلي بالك الاسماعيلي كان بيدي للشهداء بالثمان لعيبه، القناه بياخد الاسماعيلي الثاني الكبير، والانديه دي النهارده ابو سوير ما بيطلع جوله بيه هاخد لعيبه مين؟ ولازم نقول لعيبه خبراتهم من الاسماعيلي اكيد طلبه هناك الاسماعيلي. يعني وده دور الاسماعيلي انه يفرغ الانديه دي اللعيبه اللي هم مش محتاجهم. والاسماعيلي من حقه انه يتبقى عنده الفرق الاول بس، وده شيء ما يزعلش لا ولي امر ولا يزعل حد. كلنا بنحلم لعيالنا انها تبقى نجوم، لكن الموهبه والقدرات بتفرض نفسها. طيب في نقطه بقى مهمه يا كابتن، السنه اللي فاتت كان الناحيه الماليه ضعيفه. انا بتكلم فيها عشان حضرتك انا عايز افهم الناس الاسماعيلي مش طول عمره في رخاء مادي. طول عمرنا وتعدي كوابات وتطلع كتير في النادي لينا 6 اشهر تاخيرات. الناس الاسماعيلي بتمر بظروف ماليه زي كل مصر. الناس الاسماعيلي بيفرق عن انديه مصر اللي بيصرف على المكان من البوابه لاخرها. الحاج محمد الفوق راجل لوحده، مهما كانت قدراته ومهما كان حبه للنادي ما كانش يقدر يغطي التكلفه بالشكل كذا. الراجل لما كان بره النادي من 3 سنين انا شاركت نزلني مخصوص من السعوديه عشان اقدر 4 ملاعب للقطاع. كنا بنقبض يا كابتن، قبضنا 8 شهور بنك الاسكان 10 شهور ب 540,000 جنيه سايبهم كذا، لان الراجل كان بيمول قطاع. النهارده الراجل بقاله سنتين بيمول نادي بكل شكله، ب 30 لعيب، باجهزه فنيه، باكل وشرب. الناس ما حسيتش السنه اللي فاتت في ماتشات افريقيا دي الماتش بقى كان بيكلف 400,000 جنيه، الحكام كان بياخد 15,000 دولار. دي فلوس كان بيدفعها اول الناس مش حاسه بيها. الراجل صرف فوق 10.5 مليون، وانا بتعجب ان في ناس بتشتمه. النهارده عيد ما بيلعبش، انت مش الحاج محمد ليه؟ كابتن هي اصلا مسؤول عن الملعب، مسؤول عن تشكيل فريق، مدير فني. انت النهارده المدير الفني مش عايز ايه؟ انت مش الحاج محمد ليه؟ ما تشوف المدير الفني، لو انت متمسك بعيد شوف المدير الفني، تراجع مع المدير الفني. في خلط في الامور. احنا عايزين بس مش نقف مع النادي، الناس واقفه مع النادي، الناس بتحب النادي اكتر مننا. انا ضد يعني جمهور الاسماعيلي بالذات ما ينفعش تنصحه. جمهور الاسماعيلي بيحب النادي اكتر مننا، واحنا صغيرين واحنا لعيبه هم كانوا بيتخانقوا معانا عشان النادي، وهم بيحبوا النادي اكتر مننا. فهي الفكره كلها عايزه بس شيء من التوعيه، ان احنا نتلم حوالين بعض ان شاء الله، عشان ما نفرجش الناس علينا وما يلاش كلام يطلع في الفضائيات. ان شاء الله، واي حاجه ان شاء الله يا كابتن. انا معاك في الاختبارات كل يوم يا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله.